بتصلي مثل العامة لهكذا حالي. العلم بيعجز والطب بيعجز، نوصل إلى في معجزة من فوق ربانية إلهية تتدخل. أنا طبيبة. بهذا الحوار عكست لغة جسد نوال السعداوي صلابة موقفها ورفضها الصريح لأي طرح ديني، حيث تداخلت إشارات التحدي مع حركات دفاعية. جسدها كان ينطق بما يعزز كلماتها: ثقة بالعلم، إنكار للمعجزة، ومواجهة مباشرة مع محاورها. نلاحظ بداية أنها قدمت الرأس مع انحناء للأسفل، ورفعت الحاجب أو الحاجبين مع تضييق للعينين. أصلي. هذا معناته انحناء الرأس هو يوحي بالاستعداد لسماع الاتهام مع التحفظ، أما رفع الحاجبين مع تضييق العينين هو دلالة على تحدي واستخفاف، وكأنها تقول: أنت فعلا تسألني هذا السؤال؟ فهي إشارة إلى رفض داخلي للفكرة وهي الصلاة، مع رغبة بإظهار العلو الفكري. بعدها نلاحظ لنخفف تراجع للخلف وهز الرأس بالنفي، لنخفف مع الإطباق على الشفتين. فالتراجع للخلف هو انسحاب دفاعي وتحصيل للذات، أما هز الرأس بالنفي هو تأكيد لفظي جسدي على الرفض، أما إطباق الشفتين هو ضبط مشاعر أو إخفاء غضب وسخرية. فهي كلها تدل على رفض قاطع لكن مصحوب بانفعال مكبوت. عندما سألها المقدم: تدعي؟ لا أنا طبيبة. لا. فهزت الرأس بالنفي لأعلى مع تضييق العينين. فهذا النفي بهز الرأس هو رفض سريع وصارم، وتضييق عينيها هو يشير إلى الشك أو الحدة، وكأنها ترى السؤال ساذج ما إلى أي معنى. رد فعل متوتر مع رغبة بالسيطرة على الحوار، فأكدت بأنها طبيبة. أنا طبيبة. تدعي؟ لا أنا طبيبة، لا بدعي ولا بصلي. لا تدعي ولا تصلي. فهز الرأس زائد رفع الحاجبين هو تثبيت لموقفها وإبراز الثقة بالنفس والتأكيد على سلطة العلم. فهذه كلها رسائل غير لفظية قوية بأنها تعتبر نفسها هي أعلى من النقاش الديني. المقدم تحدث عن عجز الطب واستخدم إيده للإشارة كقطع وإيقاف، وهو حاول أن يفرض قوة حجته. يعني بس في مطارح العلم بيعجز والطب بيعجز، نوصل إلى في معجزة من فوق ربانية إلهية تتدخل. فحركته باليد كانت توحي بالنهائية، أي الطب إلى حدود، لكن ردها: أنا طبيبة نفسية. نعم، طبيبة نفسية. أنا طبيبة نفسية، مع هز الرأس هو تأكيد على هويتها المهنية. فالرسالة أنه هويتي العلمية هي درعي. بعد ما قال ممكن نعالج يعني الألم النفسي. نظرت للأسفل ثم للمقدم. فهنا النظر بهاي الحالة للأسفل هو لحظة تفكير أو بحث عن صياغة دقيقة، والعودة بنظرة مباشرة هو رغبة باستعداد أو رغبة في استعادة السيطرة، محاولة تلطيف موقفها بعد الضغط. فقولها: كل واحد له وسائله في العلاج، مع هز الرأس ورفع الكتفين. كل واحد له وسائله في العلاج. رفع الكتفين هو علامة على اللامبالاة أو التسليم بأن هكذا هي الأمور، أما هز الرأس بالنفي هو استمرار برفض فكرة المعجزة، فهو موقف متعمد لإغلاق النقاش. فسؤال المقدم: تؤمنين بالمعجزات الإلهية؟ مع رفع حاجبيه. فرفع الحاجبين من المقدم هو سؤال استنكاري مفاجئ. فردها أيضا بادرت بهز الرأس بالنفي. لا ما بتؤمني. ثم نظرة مباشرة ثم نفي متكرر، فهذا تحدي وعدم خوف.
فالنفي المتكرر بالرأس هو تأكيد مطلق على الرفض، وهنا أظهرت قمة الصلابة بدون أي تردد. فنستنتج أن نوال السعداوي بهذا المشهد استخدمت لغة جسد دفاعية متحدية، فانغلاق الشفتين، تضييق العينين، الرفض المتكرر من هز الرأس أكثر من مرة، تحدي مباشر بنظرة ثابتة مع رفع حاجبين للتأكيد. هي ما كانت مترددة ولا خائفة، بل أظهرت مقاومة فكرية مع توتر جسدي ناتج عن الضغط. فيمكن القول أنه اللاشعور عندها عبر عن استعلاء معرفي، أنا طبيبة عالمة، ورفض صريح للبعد الديني. الحركات كلها أغلقت أي احتمال للتنازل، لكنها بلحظة النظر للأسفل أظهرت ثغرة قصيرة من التفكير أو محاولة لتلطيف موقفها.